زمان كانوا بيحاربوا بالدبابات، دلوقتي ممكن بوست واحد بس يهز ملايين. تخيل ان خبر كاذب واحد ممكن يعمل خوف عند ناس كتير اكتر من اي مشكلة حقيقية. السوشيال ميديا بقت سلاح ضخم جدا، اي حد يقدر ينشر اي حاجة وفي ثواني توصل للملايين، وده خلى ناس كتير تبقى عايشة تحت ضغط نفسي يومي. كل شوية خبر يخوفك، ترند يقلقك، فيديو يخليك تحس ان مفيش امل. لكن الحقيقة ان جزء كبير من الحرب دلوقتي نفسي ومعنوي. عشان كده الوعي بقى مهم جدا. مش اي فيديو تصدقه، مش اي حد تتابعه، ومش اي ترند يبقى حقيقة. وفي نفس الوقت لازم نعترف ان الدولة بقت تتحرك بشكل اسرع في مواجهة الشائعات والتوضيح للناس، لان خطورة الاشاعة دلوقتي بقت كبيرة جدا. الفكرة انك مش تنكر المشاكل، الفكرة انك تبقى واعي وفاهم الصورة كاملة، وخليك فاكر اللي يقدر يتحكم في معلوماتك هو اللي يقدر يتحكم في تفكيرك.